لكن أمامنا مهاوي كثيرة. وأنا قلت من زمان قديم وأكرر الآن أنه العرب نحن اليوم في مرحلة انقراض، ولسنا لا في مرحلة ثورة ولا في مرحلة نهوض. نحن بحيرة تجف مليئة بالسمك، وهذا السمك يأكل بعضه بعضا بعماوة وبضلال كامل. هذا يقتلك باسم القومية، وهذا يقتلك باسم الدين، وهذا يقتلك باسم القبيلة إلى آخره. وليس هناك أي أفق أمام العرب على الإطلاق إلا إذا بمعجزة عارف خرجوا من هذا السياق التاريخي إلى سياق آخر. والسياق الآخر هو القطيعة الكاملة مع الماضي، مع 14 قرن، وتأسيس مجتمع جديد على أساس قانوني، على أساس القانون، على أساس تحرير المرأة، على أساس خلق نشوء الفرد الحر المستقل، لا على أساس القبيلي ولا الدين ولا الطائفي ولا العشيري. إذا الإسلام في مأزق بحسب رأيك؟ طبعا في مأزق، بس في مأزق الإسلام يعني الإسلام كرسالة انتهى مع موت محمد. اليوم الإسلام عم بيصارع كإيديولوجيات، ما عاد رسالة. صار الإسلام مجرد وسيلة للسلطة. وإذا انه بتقول انتهى، انا قلت لك انتهى مع موت النبي بوصفه رسالة، ورأسا تحول إلى إيديولوجيا، تحول إلى سلاح من أجل السلطة مع الخلافة الأولى. وبكرر هذه السلطة، هذا تحويل الإسلام إلى سلطة وإلى سلاح قتلت، ماتوا 4 خلفاء مؤسسين موتى قتلا. ولا ويجب أن نتذكر ماذا حدث بالأمويين وماذا فعلوا، وماذا حدث بالعباسيين وماذا فعلوا، وكيف أتت الدولة العثمانية 400 سنة كأن العرب صحراء. 400 سنة حكمت العالم العربي، دولة لا قيمة لها على الإطلاق أبدا، ما لها قيمة. مين تركيا يعني؟ مين الدولة العثمانية إلا العنف والإرهاب والقتل؟ طيب كيف يمكن أن يصمد الإسلام يعني؟ خصوصا بهالتقسم إذا الآن قادة المسلمين اللي بتعرفوا إنهم بيحكموا بأمرهم، القادة مين هن؟ مش على كل حال مش الأزهر أبدا. قد يقول قائل أن الإسلام كدين وربما كنظام حياة لا يزال قائم وقادر على الحياة، ولكن المشكلة هي في التصور المتشدد عند البعض للإسلام، وفي وجود أكثر من إسلام الآن. نحن بعدنا شعوب وقبائل، ونعيش في عصر الغزو والفتوحات. لم ننتقل على الإطلاق، وهذا ما أكرره وأعيد تكراره، إلى بناء مجتمع واحد مدني في العالم العربي. أعطيني مجتمع واحد مدني في كل العالم العربي. هلا في تجربة تونسية، ومع أن التجربة التونسية مهمة جدا ويجب دعمها، بعد ذلك بتقول دين الدولة الإسلام. طيب ماذا يعني هذا؟ يجب أن يتحول الإسلام إلى دين فردي، لا دين جماعي أو دين دولي. دون ذلك يستحيل التقدم. شكرا جزيلا. شكرا.